السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التأكد رسميا من انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر السعودي بصفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، فاجأه منافسه وغريمه التقليدي ليونيل ميسي بهذا التصريح المفاجئ والغير المتوقع. شاهد ماذا قال. لكن قبل الدخول في التفاصيل المرجو منكم الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حيث خرج ليونيل ميسي بتصريح على إذاعة أرجنتينية تحدث فيها عن التتويج بكأس العالم الأخيرة بقطر، وفي معرض حديثه سأله المذيع عن خبر انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي وبالتحديد نادي النصر. فأجاب ليونيل ميسي على أن كريستيانو شخص محترم ويعرف ماذا يفعل، وأنا شخصيا أكن له كثير الاحترام والتقدير، وأظن أنه ما زال قادرا على إعطاء الكثير لكرة القدم، خصوصا هناك في السعودية والخليج عموما، حيث رأيتم كيف أن منتخب السعودية فازوا علينا بهدفين، وصراحة لقد صدمونا بمستوى عالي جدا، ولديهم دوري رهيب مليء بالنجوم. لذلك أنا لم أتفاجأ بذهابه إلى هناك، إنه دوري رائع وسيدخل العالمية شيئا فشيئا، خصوصا بقدوم النجوم بقيمة كريستيانو رونالدو. وأضاف النجم الأرجنتيني: كرة القدم تغيرت كثيرا في السنين الأخيرة، وأصبحت متعة متابعة كرة القدم متوفرة خارج القارة الأوروبية، ولا سيما في المملكة العربية السعودية. لقد شاهدت بعض المباريات الجميلة هناك من قبل، وأنصح الجمهور في كل العالم بالانفتاح على هذا الدوري، إنه دوري مذهل. وفي الختام، لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد.